السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي قناة عبد الملك. قبل ما نبداو ما تنسوش تصلوا على النبي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة مهلة، وصفة البيتزا او الكوكا بعجينة سهلة وفي متناول الجميع بمكونات سهلة وبسيطة. العقات هذه تقدروا تعتمدوها كامل في الوصفات تاع المملحات. الان نبداو بالمقادير. في قصعة حطيت كاس ماء دافي، كاس حليب دافي ايضا، زدت له نصف كاس زيت كما راكم تشوفوا. الان نضيف له بيضه، هاني زدت البيضه تاعي ونضرب بالفوي، نخلط مليح مليح الخليط تاعي باش ينسجموا كل المكونات هكذا. راني نضرب ونزيد حوالي 3 دقائق هكاك. نزيد الخميره تاع الخبز ونكمل في نفس العمليه، ونزيد الملح، مغرفه ملح ومغرفه سكر، ونكمل ندرب الخليط تاعي مليح مليح باش تذوب لي الخميره هكذا. الان بعد ما خمرت الخميره تاعي راني نضيف لها تدريجيا الفرينه حسب الحاجه، ونخلطها بالمغرف الخشبيه كما راكم تشوفوا بالعقل. نزيد الجزء الثاني. هنا الفرينه نديرو حسب الحاجه، ما نقدرش نعطيكم المقدار. العجينه تاعكم لازم تجيكم طريه، عينكم ميزانكم. كاع المملحات ديروها هكا. شوفوا لي العجينه تاعي كيفاش بدات تنطم. كما راكم تشوفوا هاد العجينه تاعي راني نطمها غير بالمغرف. حتى واذا ما عندكش خلاط كهربائي تقدري ديريها، لانها عجينه سهله ديري بها كاع المملحات، لي كوكا، بيتزا كوفير، ديري بها لي سالي كامل هكذا. راني نطم العجينه تاعي بيدي، حوالي نعجنها حوالي 3 دقائق حتى ل5 دقائق، ما تطلبش مني يعني وقت طويل في العجين. شوفوا لي كيفاش راهي العجينه تاعي. الان راني نغلفها ونخليها ترتاح هكذا. الان نجو للحشو. واش درت فيه حوالي 5 حبات فلفل قطعتهم طرشي، زدت البصل وزدت فلفل كحل ملح وفلفل عكري. والان هذه طماطيش مرحيه اللي كنت في مقلاة. حطيت الزيت تاعي هكذا، نديرو كما حبيتو الزيت كما تعرفوا، كما نديرو تكتوكه يعني قليل من الزيت. ونحط البصل تاعي اللي نخلي الزيت تاعي تسخن. نحط البصل تاعي اللي كنت قطعته مربعات، كما تقدروا تقطعوه بالطول ايضا او شرائح هكذا. ونحمس فيه بالعقل نحرك فيه. زدت الطرش تاعي ايضا قطعته هكذا، تقطع كما حبيتو اختياري. نعم شوفوا لي هذيك الالوان شحال شابه هكذا. واش نقول لكم، يعني الحشو يبقى اختياري، واحد يدير بولي عاشي، واحد يدير لا فيوند عاشي، واحد يدير هكذا كيما راني درت. الان زدت التوابل اللي هي فلفل احمر، فلفل كحل والملح، وهكذا غطيت المقله تاعي وخليت التكتوكه طيب. شوفوا الان هي بدات تطيب. ضفت لها الطماطم. هاد الطماطيش كما قلت لكم كنت رحيتها ومخبيتها. نعم
وجدتها. وليت العجينه تاعي نشوفوها، هاي ليك وجدت خمرت. وكنت دهنت السنيوه تاعي بالفارينه والزيت. شوفوا هاي ليك العجينه تاعي، شوفوا لي كيفاش هي طريه وخمرت، الله يبارك. هكذا الان نديرلها شويه فارينه ونقطعها الى قطعتين هكذا، ونحكم النص الاخر. هاوليك نحلو بالحلال، فوالا هكذا. نزيد ندورو باش يجيني على حسب السنيوه تاعي، كل واحد والسنيوه تاعو ايضا. انا السنيوه تاعي كيما شفتوها كاري، ونحطو هاني حليت العجين بسطها في السنيوه. شوفوا لي كيفاه هكذا. والعجينه باش نقول لكم رققتها رقيقه، ونحط فوقها الحشو كيما راكم تشوفوا هكذا. سهله مهله هنا. وهاد الوصفه تصلح في الصيف كيما تصلح في الشتاء هكذا. هكذا بعد ما بسطت كامل الحشو نتاعي هنا، كما قلت لكم تقدروا تعملوها بوش حبيتو. والان راني نضيف لها الفرماج هكذا، ونزيد نغطيها. هاني الان راني غطيتها وزينتها وقطعتها، وراني راح نديها للفور باش طيب. الان راهي طابت، شوفوا لي كيفاش راهي داخل الفور، واحده الرائحه طيبه. الان راهي طابت وشهدكم خياتي في الجنه. ونتمنى تجربوها وتدعموني بالاشتراك وضغط الجرس. الى